انا بعاني من القولون التقرحي من 14 سنه، وانا باخد علاج كورتيزون، والمره اللي في الاخرانيه ديت ما استجبتش للكورتيزون نهائي. فسمعت عن الاكسجين النشط، اخدت اول جلسه بسم الله ما شاء الله وصلت النتيجه 100%. ثاني جلسه حسيت ان انا مش كويس، فرجعت الجلسه الثالثه وصلت لدرجه حوالي 80% تحسن. الحقيقه اخدت 10 جلسات، عملوا معايا فرق معايا كتير. اول حاجه حسيت بيها التحسن، كان عندي مشاكل في القولون، حصل من المشاكل دي اللي هي كانت امساك شديد او صعوبه في الاخراج او انتفاخات، كل ده راح. الجسم عموما كله حسينا فيه بنشاط مختلف، التنميل اللي كان في العضلات او الخذلان اللي كان في العضلات كل ده كان فيه صباع، يعني فيه كسل في الجسم بصفه عامه، في الركب او في يعني ظهر الواحد، يعني الفقرات الاخيره من الظهر كان الواحد بيعاني منها، من يعني صعوبه انك تقف على حيلك وانت نايم كده. لكن الحمد لله النهارده بعد الجلسات اللي احنا خدناها اصبحت يعني في تحسن كبير الحمد لله. بتعمل لنا كل جلسه اختبار سكر عشوائي او بعد الجلسه كده، فبدات يعني منتظمه لغايه النهارده الحمد لله. نسب بتقل، نسب 91 94 107 101 98. كان في مشاكل في الجهاز الهضمي قلت لي؟ كان في القولون حضرتك، كان في ارتباك جامد جدا في القولون، فالحمد لله النهارده ما فيش اي وكان فيه ما فيش يعني حاجه بتقول الحمد لله. وكان في حضرتك يعني التباين والتفاوت في عمليه يعني مره اسهال مره امساك، لكن حاليا الحمد لله ما هي منتظمه، ما فيش الحاجات دي.